هل يكون مهتديا حقا من ظاهره الاستقامة ثم في انهزامية مقيتة وبحجة ضغط الواقع يتراجع عن ثوابت ومسلمات؟ أما إن الحق لا ينقلب باطلا ولا الباطل يصير حقا مهما كانت التبعات. هل يكون مهتديا على الحقيقة من يهمل حقوق الخلق ويسيء في المعاملات، لا يتقبل النصح ويرى ذلك اتهامات، يعيش الفوضى وعدم الانضباط مضيعا وقته غير منتظم في درس أو محاضرة أو عمل نافع أو حلقات، ومع ذا منشغل بالملهيات مغرق في سماع الأناشيد والتمثيليات، سيارته ومكتبه مستودع للأناشيد والطرائف والاحتفالات يحفظها حفظا يفوق حفظ الأحاديث والآيات، حتى إن بعضهم ليذهب مع اللحن يترنم ويطرب ثم يبكي ما لا يبكيه عند سماع قوارع الآيات، ولربما صاحبها الدف وترخص في ذلك فلم يشعر إلا وهو من أهل الأغنيات. فالهبوط سهل والارتقاء صعب التبعات. عفوا إخوتي، من كتم داءه قتله، آن لنا أن نعلنه لعلنا نتعاون فنصلحه. عظم الاهتمام بالتحسيني والكمالي وترك الحاجي والضروري، صارت الكماليات عندنا ضروريات، فنأكل الحلوى ونحن في بلوى كما قيل. وبعضنا من هو مهتم بمظهره اهتماما يفوق اهتمام البنيات، ألف السطحية والمظهرية، فهو تمثال خشب لا يخيف ولا يرهب، يمني نفسه ويسوف، وقد أمن الهرم كما أمن الصيد حمام الحرم. يد فارغة ويد لا شيء فيها، فضول بلا فضل وسن بلا سنة، وطول بلا طول وعرض بلا عرض، متساهل في الأمر الخطير، متشدد في الأمر السهل اليسير، لم يتخلص من رواسب الجاهلية من صور وقنوات ومجلات، لا يتورع عن المشتبهات، يتهاون بالسنن والمندوبات والطريق على الواجبات. جلساؤه قبل أن يهتدي هداية الخيال هم جلساؤه، مع أنهم أخطر شيء عليه، إذ هم أعرف الناس بنقاط ضعفه، فهم له كالمجذوم يصافحه تحية وسلاما، فلا يبلغه منه إلا الجذام والمرض. ونور الشمس يحجبه الغبار، فما معنى الخضاب وأنت تدري بأن العيب من تحت الخضاب؟ عاداته، أفكاره، اهتماماته هي لم تتبدل، لم يزل مصرا على بعض المال المشتبه، حتى إذا ما تورع عن حرام لم يزل لسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات، يشتم ذا ويجرح ذاك ويعدل ذلك، أمانيه، حبه، بغضه، عطاؤه، منعه هي ولاؤه لمصلحته، عداؤه لكل ما يقف في طريقها، نفعي ذاتي مستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله، حياته عارضة وصفية فألغين عارض الوصفية. أيكون من هذا حاله مهتديا على الحقيقة؟ كلا، إنما هو عش حمامة، عود من غرب وعود من ثمامة، بل غيم حمى الشمس ولم يمطر ولم يسل. أيها المهتدي، الهداية تحول جذري مظهري ومخبري، والله ما يحسن بحامل الهداية أن يظهر بمظهر يرده الشرع، فلو خالف حامل الهداية لكان كل مخالف أشرف منه، فلطخة في الثوب الأبيض ليست كلطخة في الثوب الأسود كما قيل. أنت للهداية لا للتلبيس، ذاك خلق إبليس. أنت للنور لا للظلمة، رب زلة أهلكت وعثرة قتلت وفارط لا يستدرك، لا يبنى على الصلاح إلا صالح، وكل ما بني على الفاسد فهو فاسد. ولن يأتي يوم فيقول مهتد على الحقيقة لإبليس رضي الله عنه، بل نعوذ بالله منه، إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه تفريط الطبيب. الهداية ليست كلمة تقال، بل هي حقيقة ذات تكاليف، وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال، وما حقيقة كخيال. الهداية على الحقيقة لا الخيال عبودية مطلقة لله رب العالمين، والعبد المطلق كما يقول ابن القيم في كلام قيم مضمونه في تصرف، لا تملكه رسوم ولا تقيده قيود، عمله على مراد ربه ولو كانت راحة نفسه في سواه، ملبسه ما تهيأ، مأكله ما تيسر، شغله ما أمر به في وقته، مجلسه حيث انتهى وخاليا وجده، لا تملكه إشارة ولا يتعبده قيد ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد دائر مع الأمر المأمور به حيث دار، يأنس به كل محق ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيثما وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكها، حزم مع المخالفين لأمر الله، غضب إذا انتهكت محارم الله، فهو لله وبالله ومع الله، وهل له ما أغربه بين الناس، وما أشد وحشته، وما أعظم أنسه بالله وفرحه وطمأنينته وسكونه، والله المستعان وعليه التكلان، ما حقيقة كخيال.
هذا دأب المهتدي حقيقة في السير إلى الله، كلما رفعت له منزلة سار إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، ولم يزل هذا دأبه حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء رأيته بذاته معهم وفي سمتهم وعلمهم ودلهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين والمحسنين رأيته معهم، وإن رأيت العاكفين الخاشعين المخبتين رأيته معهم. كالليث يسرف في الفعال وليس يسرف في الزئير. ما حقيقة كخيال. هداية الحقيقة تمكين للدين في تصريف شؤون الحياة، واستخلاف للمهتدين في الأرض، وتبديل للخوف بالأمن، وعد واقع ما له من دافع، إنه وعد الله ووعد الله حق ولن يخلف الله وعده. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.